وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ الفيديو دوت جامد جدا، روتين صعب جدا. طول اليوم واقفه بعمل حاجات في البيت، غسيل وطبيخ وترويق وكل حاجه يعني. تابعوني لاخر الفيديو، اتمنى الفيديو يعجبكم وهندردش شويه مع بعض في الفيديو. اول حاجه انا هبدا معاكم الغسيل. عندي كميه غسيل حلوه كده اهوت، وانا بغسل كده اهوت هبتدي اروق الشقه كلها، وهتكلم معاكم كده اهوت في حبه حاجات مضايقاني، لان انا من النوع اللي ممكن اي كلمه تضايقني ممكن ما انامش بسببها. لو حد قال لي كلمه تضايقني ممكن طول الليل افضل افكر واصحى زعلانه، وده غلط طبعا. لو اي حد جرحك باي كلمه في يوم من الايام، ما تحطيش الكلمه في دماغك، ولا تحط الشخص نفسه في دماغك، كبري دماغك منه. لان انت لو دققت على كلمه ده وكلمه ده وكلمه ده مش هتعرفي تعيشي حياتك. انا دلوقتي بعمل ايه؟ ابتديت بقى لميت الغسيل كله زي ما انتوا شفتوا، كميه غسيل كتيره. مع ان انا بغسل كل اسبوع مره، فقلت هفرس الهدوم البيضه لوحديها، والالوان لوحديها، والشرابات لوحديها، والبراطيل لوحديها زي ما انتوا شايفين كده اهوت، عشان هبتدي طبعا بالالوان البيضه. وانا بغسل كده اهو، هبتدي اروق معاكم برضو الشقه حته حته. هروق اوضه النوم من الاول، وبعد كده هروق اوضه الاطفال، وهروق كمان الانتريه، وهنشوف هنحضر غدا ايه ان شاء الله في الفيديو دوت، وهنعمل برضو فطار مع بعض. اتمنى الفيديو يعجبكم يا رب العالمين. ولو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا كده بدأت الغسيل. هعمل دلوقتي الغسالة معاكم برضو، وهنفض السرير كويس جدا، وهغير الملايات، وهنفض الحاجات اللي على جنب. الشنط اللي على جنب ديت عشان الناس سألتني عليها. دي شنط كانت موجودة على الفيسبوك، جبتها. الشنطة كانت على الفيسبوك ب50، جبتها من مول السدناوي ب35، لميت فيها البطاطين وشلتها فيها. بعد كده اهوت هبتدي بقى اشطف الغساله كويس. هي اساسا كده كده لما بشيل الغساله بشيلها نظيفه، لما اجي بقى اغسل عليها بشطفها برضو، عشان لو فيها تراب ولا اي حاجه، ولا بوقي عيش عشان هي بتكون موجوده في المطبخ، ممكن يكون عليها كده ردة عيش او حاجه زي كده. فبشطف الغساله كويس جدا وبملاها، وبعد كده احط الهدوم البيضاء اللي انا وريتها لكم من شويه، واحط عليها المسحوق بتاعي، سواء بقى بستخدم اريال او اوكسي او اي نوع بستخدمه. انا ولا منقع الابيض، ولا بحطه في ميه سخنه، ولا بحطه في كرول، ولا اي حاجه، هو اريال وبس بيطلع معايا زي الفل. لان الغساله النص روحين ديت بتنضف الغسيل معايا الحمد لله. وابتدي كده اهوت روقت اوضه النوم. واحب اقول لكم المرايه اللي في الوش ديت على طول مش نظيفه، كل ما انضفها اولادي يوسخوها. ده ابني محمد رايح الحضانه كده، الساعه جت 9. يعني انا قلت لكم صاحيه من الساعه 7 الصبح. كنت عملت حبه حاجات كده اهوت وبدات الغسيل، وصحيت بقى محمد راح الحضانه. ومصطفى كمان بيروح الدرس بتاعه الساعه 9 الصبح، عشان بياخد دروس تقويه، عشان عنده صعوبات تعلم. ادعيلي يا رب ربنا يبارك لي فيه ويقويني عليهم يا رب العالمين. وادم بيفضل قاعد معايا ربنا هديه. وزينه طبعا في الوقت دوت كانت نايمه لسه مصحيتش، شويه كده هتصحى لكم. زينه ديت كانت حكايتها حكايه ان شاء الله اقول لكم عليها. الناس اللي ما تعرفش حكايه زينه هقول لكم عليها في فيديو تاني. هبتدي كده انزل الستاير. قلت بقى اغسل الستاير، الدنيا صيف بقى، عشان كمان دخلت العيد قريب. هغير بقى الستاير، احط ستاره تانية. ممكن احط في الصيف بحط ستاره خفيفه شويه، في الشتاء بحط الستاير الغامقه. فكمان هنقع على اول الستاير وبعد كده هغسلها. بعد كده هنمسك الانتريه ده كله بقى ايه، هنلم الانتريه ونكنس تحتيه، وهلم اللعب دي انا بلمها كل شويه، مش كل يوم، كل شويه يعني. انا من النوع اللي بحب لما اشوف اي حاجه برميها، يعني بحب اروق، مش يعني لو في حاجه مبهدله اعملها، لو في لعب مبهدله اعملها. ممكن اكنس مرتين في اليوم، 3 في اليوم، لاني انا شلت السجاجيد عشان الدنيا حر، وانا ساكنه في الدور الخامس. في الشقه فظيعه عندي، لان انا ولا مفيش بيوت جنبي، ولا في بيوت ورايا، ولا في بيوت قدامي، ولا الشقه من كل جانب فيها شمس الحمد لله. يعني كل ما اقول يعني اغير او اروح مكان تاني، فالمعيشه غليت والشقق غليت، وكمان في شقه ايجار. الحمد لله. فمش قادره بصراحه اغير الشقه، لان شقه غاليه عليا جدا جدا. القدمه حلو والحمد لله انا مرتاحه فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس الحمد لله ربنا ييسر الحال. بس ادعولي ربنا ييسر الحال والميزانيه تتحسن، واقدر اجيب تكييف ولا اي حاجه. بس انا خلاص بقالي 11 سنه في الشقه ديت. الشمس كل صيف يعني بتاكل الشقه كلها، فبضطر بقى لما الصيف يجي بشيل السجاجيد وبشيل اي حاجه من على الارض، اخلي الارض كده هوت بنفرش فرشه بس ناكل عليها، واخلي الارض على البلاط. كل شويه بمسح، كل شويه برش ميه، اجيب حبه ميه ساقعه ارشها في الارض عشان ترطيب، امسح كل شويه عشان الاولاد كده يعني، عشان يبقى الجو يلطف.
والشباك دوت احب اقول لكم طول الصيف على طول مفتوح. لو قفلت الشباك نص ساعه تحس ان في الصيف بس ان الشقه اتكتمت خالص والنفس ما فيهاش نفس. بفتحها بقى طول اليوم، الشباك ده مفتوح بس الشيش مقفول. هتكلم معاكم بقى في حاجه، كلمه مضايقاني على طول بسمعها من اقرب الناس ليا. انت بتعملي ايه في البيت؟ انت قاعده في البيت فاضيه، انت ما وراكيش حاجه. يعني مثلا خليكي مثلا اقعدي ذاكري لابنك 4 ساعات و5 ساعات في اليوم، اللي هو ابني اللي هو تعبان ده اللي عنده صعوبات تعلم. انت بتعملي ايه في البيت؟ يعني ايه بعمل ايه في البيت؟ يعني ايه انا قاعده فاضيه وما وريش حاجه؟ انا الحمد لله ام مسؤوله عن 4 اطفال، مسؤولة عن أكل وشرب ومذاكرة وتنظيف، مسؤولة عن البيت، مسؤولة عن حاجات كتير الحمد لله. والمسؤولية دي صعبة جدا جدا جدا. يا ريت أي بنت داخلة على جواز تعرف يعني ايه مسؤولية. يعني مسؤولية البيت نفسه صعبة، مسؤولية ان انت مسؤولة عن زوج نفسه صعبة، ان انت مسؤولة عن أطفال مفروض تطلعي طفل سوي ما عندوش أي مشاكل. دي صعبة جدا ان انت تتعاملي مع طفلك من هو في بطنك ان هو ما يطلعش عنده اي مشاكل نفسيه، ما يطلعش عنده اي مشاكل تعليم، يطلع عنده ثقه في نفسه. يطلع يروح يشتري اي حاجه، يروح مشوار، ما يخافش من حد. مسؤوليه تربيه الطفل ديت لوحديها لازم الواحده، والله العظيم في مصر مفروض يكون في كورسات للبنات اللي هيتجوزوا وللرجاله كمان، ازاي تربي ابنك او بنتك تربيه صالحه، سواء بقى من الناحيه التعليميه، سواء من الناحيه الاخلاقيه، من ناحيه التعامل مع الناس. يعني بجد دي مسؤوليه، اصعب مسؤوليه شفتها في الجواز، ان انا اربي ابني او بنتي تربيه ان هو يعتمد على نفسه. يعني اكتبوا لي رايكم في التعليقات في الموضوع دوت، لان الموضوع دوت صعب جدا جدا. برغم ان انا متجوزه مش صغيره، انا متجوزه عندي 23 سنه، بس برضو كنت اتمنى ان يكون في حد جنبي يقول لي ان تربيه الاطفال دي مش بالسهل، بجد مش بالسهل. يعني انا اولادي الحمد لله ربنا يخليهم يا رب ويرزقني برهم يا رب العالمين، مجننني يمكن عشان هم في سنهم سن اطفال وسنهم ان هم ورا بعض. يعني الكلمه دي بتتقال كتير، انت قاعده فاضيه ما وراكيش حاجه، اعملي كذا، او مثلا او اعملي كذا، وانت بتعملي ايه؟ هو كل واحد طبعا في حاله، واللي بيتكلم كده يعني ملهوش دعوه انا بعمل ايه او ما بعملش ايه، بس يجوا يشوفوا الهنا اللي انا فيه الحمد لله. انا من ساعه ما بصحى لغايه ما بنام يعتبر ما بقعدش نص ساعه على بعضها الحمد لله. زي ما انتوا شفتوا كده، هو قمت غسلت، كنست الشقه كلها، غسلت المواعين الصبح بدري قبل ما ابدا اساسا الغسيل، حضرت الفطار لاولادي، هستنى اولادي لما يجوا من الحضانه واخلص غسيل، بعد كده اخش اعمل الغدا. بعد الغدا طبعا بغسل حبه المواعين، لو في حاجه مثلا ابني اقعد اذاكر معاه شويه، ولو في حاجه عايزه اوضبها تاني مثلا اروق ادراج او اطبق هدوم او اروق الدولاب، او مثلا بنتي عايزه تستحمى، حاجات كتير كل يوم على كده. يعني النهارده مثلا لو ما فيش غسيل يبقى ورايا حاجات تانية، هنزل السوق هجيب المشتريات بتاعتي وابتدي اوضبها. كل يوم الحوار دوت الحمد لله، غير مسؤوليه الاطفال اللي هم لسه بيلبسوا حفاضات والحمام مسؤوليه جامده جدا، اكيد كل ام عارفاها. الحمد لله. برضو احب برضو افكر اي حد ان هو يحمد ربنا برضو النعمه ان هو عنده بيت يقعد فيه وعنده اولاد وعنده حاجات يعملها. في ناس ما عندهاش حاجه تعملها، يعني في ناس عندها حياتها فاضيه الحمد لله برضو. بس الواحد مسؤول، وكل واحد خليه في حاله، كل واحد ما يعرفش ديت بتعمل ايه. مش معنى ان انا قاعده انا بقعد ما بنزلش من بيتي، يعني مش من النوع ان انا انزل البيت او اروح عند فلانه او اروح عند علانه، ما بنزلش بالبيت. فالناس فاكره ان انا لما ما بنزلش بالبيت ان انا قاعده فوق باشا مثلا في شقتي فاضيه ما وريش حاجه. لا الحمد لله انا قاعده في شقتي، بخدم اولادي بخدم زوجي، بعمل حاجات كتير ربنا هو اللي اعلم بيها يعني. فكل واحد يا جماعه خليه في حاله. انا بنتي صحيت عيد مش عارفه اظبط الفيديو منها. هبتدي بقى كده اهوت انشر الغسيل كده اهوت. انا بحب انشر الغسيل حته حته كده اهوت. الهدوم الاطفال الاول ما شاء الله، يعني الغسيل بيبقى شكله حلو لان انا اطفالي سنهم سن بعض، فبتبقى هدوم زينه الاول، بعد كده هدوم محمد وهدوم مصطفى وادم، بعد كده الهدوم الاطول شويه، بعد كده في الاخر خالص الملايات والجلاليب والطرح والحاجات ديت. هخلص بقى انا الغسيل كده اهوت، وبعد ما اخلص الغسيل يا دوبك كانت الساعه كده اهوت داخله على الساعه 2، هشوف بقى هعمل اكل ايه، هبتدي اوضب الغدا بتاعي، وبعد كده اشوف اولادي اللي محتاجني اقعد معاه ان شاء الله.
اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم، واكتبوا رايكم في التعليقات في الكلام اللي انا قلته، ان معنى ان الست قاعده في البيت ان هي قاعده فاضيه ومراش حاجه غلط جدا جدا. كل بيت فيه اسرار، وكل بيت مقفول على الحاجات الحلوه والوحشه اللي فيه. واهم حاجه ان الانسان يحمد ربنا ويرضى بنصيبه ويرضى باسمته ويرضى بعياله ويرضى بجوزه ورزقه وبيته وكل حاجه عشان يعرف يعيش. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وما بينهما. وعجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. او معلش لو طولت عليكم مرة تانية، لان انتوا عيلتي التانية، وانا من النوع اللي يعني مش اجتماعية، ماليش اصحاب كتير ولا معارف ولا الكلام ده كله، فحبيت اتكلم معاكم. وانا برضو من النوع اللي بحب اتكلم مع الناس، يعني بحب يعني مثلا لما اقابل حد ولا حتى لو حد معرفوش ممكن اقعد افضفض معاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني للغدا بقى عشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده. كده انا خلصت الغسيل، بصوا ما شاء الله يعني شكله حلو جدا وهو مرصوص على الحبل. وهعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني للروتين بتاع الغدا. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.